قبل ما نبدأ صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وأهلا بيكم في الجزء الأول من حكاية لي. قصتنا بتبدأ في قارة شيان لاند، قارة الصاقلين هم أسيادها والبشر الفانين قدر ليهم يجدحوا طول حياتهم. وبنشوف شاب تخين بيقول أمي قالت لي أطلع الجبل ده عشان أتعلم الصقل وكمان أحصل على زوجة جميلة، بس للأسف مفيش ولا طائفة عايزة تقبلني، وما تبقاش غير الإعلان اللي شفته عن الطائفة الخالدة. ولما بيوصل أعلى الجبل بيلاقي كوخ قش، وهنا الواد ده بيقول هو مش ده احتيال، أنا ماشي ده تضييع وقت. لكن فجأة بيلاقي شخص بيمسك رجله وبيقول له ما تمشيش، والشاب ده بيقول له انت مين؟ بيرد الشخص ده وبيقول له انا سيد الطائفة وانج. وبنعرف ان من 3 ايام وانج كان شغال مبرمج، وبسبب الشغل الكتير مات وروحه اتنقلت للعالم ده. واول ما بيوصل العالم ده بيخبطه شخص راكب سيف وطاير بيه. وانج بيقع على الارض وبتظهر له رسالة من النظام بتقول له مبروك انت وصلت لقارة شوان لان، والمضيف حصل على نظام انشاء الطائفة. لانج بيفرح جدا وبيقول ده اكيد نظام الغش اللي بيحصل عليه كل عابر للعوالم، ودلوقتي بعد ما وصلت للعالم ده اكيد هحصل بقى على كنوز سحرية وطاقة روحية كبيرة جدا. لكن بتظهر رسالة من النظام وبتقول له انت ما عندكش اي حاجة من دول، وان ده نظام توظيف ولازم على المضيف ينشئ طائفة قوية جدا وينشر مجدها. وانج بيقول انت هتهزر معايا؟ ايه النظام التعبان ده؟ النظام بيقول له انت هتحصل على مكافآت لما تعين تلاميذ. وانج بيفرح وبتظهر له اول مهمة، وانه لازم في خلال 3 ايام يعين اول تلميذ للطائفة ويخليه يسلم كل الحاجات الغالية اللي معاه كرسوم دخول للطائفة. وانج بيقول له انت ازاي عايزني اجنن التلاميذ وانا ما عنديش اي طاقة روحية او كنوز؟ النظام بيقول له اتصرف، لانك لو ما كملتش المهمة دي في وقتها هتموت. وبنرجع لوانج وهو بيمدح في الشاب وبيقول له انت عظمك غير عادية وموهبتك 1 في المليون، وانا بعد تفكير كتير قررت اقبلك تلميذ في الطائفة بتاعتي. الواد بيبص له بنظرة استحقار كده وبيقول له المفروض اصدق يعني؟ ده انت طائفتك مجرد كوخ متهالك مصنوع من كومة قش. وانج بيحاول يقنعه وبيقول له انت عارف انه ما ينفعش تحكم على حاجة من غلافها، وان كل الطوائف الكبيرة والغنية مرضتش تقبلك وطردتك، لكن انا ليا رأي تاني. الواد بيقتنع وبيقول له يعني انا موهوب فعلا وهقدر ابقى خالد؟ وانج بيقول له انت عارف ليه انا سميت الطائفة بالاسم ده؟ لاني اضمن لك انك لو انضميت هتبقى خالد. الواد بيسرح في خياله وبيشوف نفسه محقق كل حاجة هو عايزها، وبيقتنع بكلام وانج وبيديله الفلوس. لكن قبل ما يسيبها بيقوله بكل غضب لو ما بقتش خالد. وانج بيقول له ما تخافش، لو ده حصل انا هبقى ارجع لك فلوسك وهعرفك على بنت حلوه. الواد بيبدا يحس انه ليه لازمه وبيبدا يتشرط على وانج، وبيقول له انا مش هقدر اتحمل تدريب شديد ولازم تتاكد اني هاكل كل يوم وجباتي كامله وهدومي هتتغسل. وانج بيقول له اكيد. وانج بيقول لنفسه انا لولا مهمه النظام دي كنت بعتك لجدك تزور. وبمجرد ما وانج بيستلم الفلوس بتجيله رساله بتقول له مبروك حصولك على اول تلميذ وتفعيل نظام اقوى طائفه، ودلوقتي تقدر تفتح لوحة السمات الخاصة بيك عشان تشوف مكافئتك. وانج بيقول لما اشوف المكافأة عبارة عن ايه، لكن الواد بيحضنه وبيقول له انت شخص كويس، انا حتى اخويا ما بيعمليش المعاملة دي. وبعدها بيقول له انا جعان ومش المفروض تروح تحضر وجبتي؟ وانج بيقول له رايح اهو. بيروح وانج للكوخ وبيفتح لوحة السمات عشان يشوف المكافأة، ولما بيشوف سماته بيقول انا حاسس ان منتج رخيص، ازاي اكون زعيم طائفة ودي سماتي؟ وبعدين بيشوف رسالة تلميح من النظام مكتوب فيها فرصة الاستدعاء مرة واحدة وفرصة السحب مرة واحدة. فبيقول للنظام ايه الهدف منها؟ النظام بيقول له فرصة الاستدعاء تقدر تستدعي اشخاص اقوياء من عوالم تانية. وانج بيفتكر بكل حزن ال3 ايام اللي قضاهم اول ما وصل وقد ايه عانى كتير فيهم. من غير تردد بيقول استدعيه ايها النظام. وفجأة بيظهر شعاع نور قوي بيرج الارض وبيسبب زلزال. ليه بيكون قاعد بره وبيشوف اللي بيحصل وبيجري على الكوخ، ولما بيخش بيلاقي وانج قاعد بيشرب شاي والدنيا تمام. ليه بيقول له ايه اللي بيحصل؟ وانج بيقول له انت مش شايفني بشرب شاي؟ ليه بيقول له ده مش وقته، دي نهاية العالم بره. وبيقول له بص من الشباك بيشوف شخص قوي جدا اسمه يي تشينج. وانج لما بيشوفه بيفرح جدا وبيخرج لبره وبيقول لي ليه ده الحارس بتاعي. الواد بيقول له انت هتهزر، انت ما قلتش ان الطائفة دي فيها شخص قوي كده. الواد بيقول له هو في اي مرحلة دلوقتي من مراحل الصقل؟ وانج بيشوف خصائص يي وبيقول له الشيخ يي في مرحلة النبالة فقط. الواد بيتصدم بيقول له فقط ايه؟ ده يمكن اعتبار شخص في مرحلة النبالة من اقوى الصاقلين في الامبراطورية الشمسية باكملها. الشيخ يي بيروح يحيي قائد الطائفة. الواد ليه لما بيشوف اللي بيحصل بيكون مصدوم جدا. وانج وقتها بيناديله وبيقول له تعالى سلم يلا على الشيخ يي. وانج بيقول لنفسه دلوقتي ليه بقى مقتنع لما شاف قوة الشيخ، دلوقتي اقدر ابقى مرتاح. بعدين بتظهر له رسالة من النظام مكتوب فيها فرصة السحب تقدر تحصل على جايزة قيمة جدا. وانج بيسأل النظام على معناها. النظام بيقول له تقدر تحصل على جوائز تشمل الدستور وسلالة الدم والصقل وحاجات تانية كتير، ومجرد ما بتستلمها تقدر تستخدمها او تديها للتلاميذ بتوعك. وانج بيفرح وبيقول اخيرا هستطيع الصقل. وانج بكل حماس بيقول ايها النظام قم بالسحب. وبتظهر له رسالة من النظام بتقول له مبروك تلقيت 10% من زراعة يي تشينج وتقدر تستخدمها على نفسك او تلاميذك.
وانج بيسأل النظام وبيقول له صقلي هيزيد قد ايه بعد ما استخدم ال10% دي. النظام بيقول له هتوصل للمستوى الاول من مرحلة الدخول. وانج طبعا ما بيكونش فاهم حاجة وبيقول لنفسه لما اسأل ليه الغبي ده، وبيقول له انت عارف مستويات الصقل ايه؟ ليه بيقول له ايوه، وهم 10 عوالم، والعوالم دي هي بناء الاساس، الوريد العميق، والروح المتوسطة، الجنرال العميق، ومرحلة الدخول، والنبالة، والسيادة العميقة، والجليل العميق، والقديس، والامبراطور. ليه بيقول لنفسه كده هكون في المستوى الخامس على الاقل احسن من مفيش، وبيقول للنظام يضيف له الصقل. وفعلا قوته بتبدأ تزيد جدا. ليه بيقول سيد الطائفة قوي جدا. وانج عشان يبان فاهم بيقول له انا بعرض لك قوة مرحلة الدخول، ولو اهتميت بصقلك واتبعت نصايحي هتوصلها في سنة واحدة بس. وانج بيبدأ يستخدم قوته وبيحس بكل حاجة حواليه، وبيقول للشيخ يي في ضيف غير متوقع ولازم نحييه. يي بيخبط سيفه في الارض وبيكون اعصار، ومنشورات الطائفة كلها بتطير. منشور منهم بيخبط في البنت دي وبتقع على الارض، ولما بتقوم بتقول مين اللي بيرمي زبالة في كل مكان كده. وانج بيقول لها دي مش زبالة، دي منشورات الطائفة الخالدة. وقتها بتظهر رسالة من النظام بتقول لوانج تم اكتشاف عبقري وبدء مهمة جديدة، تجنيد 10 تلاميذ، والمكافأة 10 مرات استدعاء و10 مرات سحب. وانج لما بيعرف المكافأة بيفرح جدا، بيروح ناحية البنت وبيقول لها بقولك ايه، انا حاسس ان موهبتك 1 في المليون وعظامك مش عادية. ايوه، هم نفس الكلمتين الحلوين بتوعه. وانج بيقول لنفسه طبعا واحدة عبقرية زيها مش هتنجح معاها الحيلة دي زي ما نجحت مع علي الغبي. فالبنت بتقول له المنشور بيقول انك سيد الطائفة وبتجند التلاميذ، انت تعتقد اني هكون مؤهلة انضم ليكوا؟ وانج لما بيسمع كلامها بيفرح جدا، بيقول ما كنتش متوقع ان هيبقى عندي تلميذه زيها. واللي بيقول انا ما كنتش متوقع ان الحلوه دي تبقى زميلتي. وبعدين بتقول لوانج انا خرجت من البيت مستعجل ومعيش اي فلوس، ما ينفعش ادفع بعدين. وانج بيقول لها للاسف دي قوانين الطائفه. فجاه بيظهر شخص اسمه لين وبيقول لها انت مفكره يا ياو انك هتقدري تهربي مني؟ ده حتى ابوكي ما قدرش يحميكي، فايه اللي هيقدر شويه القرود دول يعملوه؟ ياو بتقول له انا دلوقتي تلميذه للطائفه الخالده. وانج بيقول لنفسه انا كنت مفكرها نعمة بس طلعت مطاردة من شخص وهربانة، دي الشورى المهببة دي. لين بيقول لها انا مش همانع اقتلكم كلكم، وكل العبيد اللي معايا دول وصلوا لمستوى الجنرال. البنت بتكون خايفة لكن ليه فجأة بيقول لها ما تخافيش، دول مجرد عدد من مستوى الجنرال والسيد يقدر يقتلهم بصباع واحد. وانج بيقول لنفسه انا كنت عارف انه غبي بس كان لازم اقبله. والبنت بتنحني ليه وبتقول له شكرا يا سيد الطائفه على الوقوف بجانبي. وانج بيعمل حته كاريزما كده وبيقول لهم ما تقلقوش، طول ما انا موجود محدش يخاف. وبيبداوا يهجموا على وانج لكنه بيشوف حركتهم بطيئه جدا، وده بيكون بسبب فرق المستوى بينهم. وبيقول لنفسه دول كانوا هيبقوا احسن ناس اجرب قوتي عليهم، بس انا زعيم الطائفه وليا هيبتي برضه. وبيأمر الشيخ يي وفي لمح البصر بيقتلهم كلهم وبيتبقى لين بس. وبيخاف جدا وبيقول له يا كبير انا ما كانش عندي عيون اتعرف على عظمتك، من فضلك سامحني المرة دي، وانا هتأكد ان والدي ماركيز تشان لينج في امبراطورية يوري هيديك هدية فخمة جدا. وانج بيقول له ما يهمنيش ابوك، طالما انت اتجرأت تهجم على طائفتي فهتموت. ياو لما بتشوف ان وانج مش خايف يعدل الامبراطوريه بتنحني ليه وبتقول له انا متاكده انك تقدر تجيب لي حقي من لين. وانج بيقول لها اشرح اكتر ايه اللي حصل. بتقول له وانا في تدريبي الخارجي قابلت لين وطمع في جمالي وحاول يعتدي عليا لكني هربت منه، ولكن لما رجعت البيت اكتشفت انه جاب خبراء من القصر وقتلوا المئات من عائله لينج. وانج بيقول لها ما تقلقيش، حتى لو ما كنتيش تلميذه في الطائفه فالموضوع ده مش هيعدي على خير. لين بيستغل انهم مشغولين بالكلام وبيحاول يهرب. وانج بيقول لهم ما تقلقوش، طالما الكبير يي هنا مش هيقدر يهرب. وفعلا بحركه واحده يي بيرفع الكل من على الارض وبيسيب لين وبيخليه عاجز عن الحركه. بتقع منه قلادة يشام وياو بتاخدها لانها قلادة العائله بتاعتها. وانج بقى بيستغل الفرصه وبيقول لها انا عارف انك كنتي بتقولي هنضم ليكم. وانج بقى بيستغل الفرصه وبيقول لها انا عارف انك قلتي هنضم ليكم لانك كنت يائسه، لكن انا فعلا عايزك تنضم لينا. ياو بتتاثر بكلامه وبتقدم له قلاده اليشم كرسوم الدخول للطائفه. ولما وانج بياخدها بتظهر له رساله من النظام بتقول له مبروك، اتمام 10% من المهمه وكسبت فرصه سحب وفرصه استدعاء. وانج بيقول لها انت دلوقتي بقيتي تلميذه رسميه وانتقامك هو انتقامنا كلنا، وتقدري تاخدي حقك من لين دلوقتي. ياو بتاخد فرع شجره تقتل بيه لين. ليه بيكون مصدوم لكن وانج بيقول له سيبها تطلع غضبها كله. ومجرد ما بتقتله بتظهر رساله تانية بتقول لوانج مبروك، كسبت 300 نقطه طائفه لان تلميذتك قتلت عدو في عالم المجال. ياو بعدها بتنحني وبتشكرهم جدا. وانج بيقول لها مفيش داعي للكلام ده. البنت بتعيط والشيخ يي بيقول لوانج ان ياو مش زي لي يقدر يضحك عليها بشويه كلام. وانج بيقول لها دي طريقته في طلب انك تكوني تلميذته. البنت بتنحني وبتشكره جدا. يي بيقول لها قبل ما اعلمك فنون السيف لازم اعالج اصابتك الاول. وانج بيقول لها انت محظوظه ان الشيخ يي هيدربك.
وبنشوف ليه اللي بيكون غيران جدا وبيقول لزعيم الطائفة طب وانا؟ وانج بيقول له انت لازم تخس شوية فنضف المنطقة المحيطة بالطائفة احسن. وبعدها لينج بيقعد جنبه وبيفتح لوحة الخصائص وبيعرف ان الحد الاقصى لاستدعاء الشيوخ هو 5. وبيسأل النظام عن فايدة نقاط الطائفة. النظام بيقول له تقدر تحدث بيها النظام وتشتري فرص يا نصيب. ليه بيفرح جدا وبيقول له ازاي اجمعها؟ النظام بيقول له في 3 طرق، وهما انك تقتل اعداء الطائفة او تكمل مهمات النظام او تجمع تلاميذ موهوبين جدا. وانج بيقول له ازاي لما ضميت ياو ما حصلتش على اي حاجة رغم ان مؤهلاتها عالية جدا. النظام بيقول له بس برغم كده ما عندهاش بنية جسدية خاصة او فهم عميق لفنون القتال، وبكده ما تعتبرش موهبة خاصة. وانج بيجيله فضول ويشوف مؤهلاته. النظام بيقول له انت ما عندكش موهبة اصلا، لكن بما انك الملك الخاص بتاعي نقدر نقول انك عبقري جدا. وانج بيقول له طب وبالنسبة للي؟ النظام بيقول له عشان تكتشف موهبته لازم تدفع 100 نقطة. وانج بيقول يعني عشان اعرف موهبة الغبي ده ادفع 100 نقطة؟ وفعلا بيدفعهم وهو زعلان. النظام بعدها بيقول له تم تصنيف موهبته من بين افضل المواهب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الاول. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك واشوفكم في فيديو جديد. سلام.